مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. صديقي اللي اكتشف إن عليه محضر ضرب. اللي هقوله لك ده مش عشان تفتري على خلق الله، ما تفكرش نفسك فريد شوقي. اللي هقوله لك ده علشان ربنا يكرمك وتطلع من اللي انت فيه. بص يا سيدي، أول ما تمسك المحضر في إيدك هتركز على كذا حاجة مهمة جدا. أولهم وقت تحرير المحضر. رقم 1 وقت دخول المجني عليه لاسم الشرطة علشان يحرر المحضر بتاعه. 2 المحضر ده فيه شهود ولا لا. 3 وقت التقرير الطبي. 4 هتبص يا سيدي على التقرير الطبي وهتبص على اللي موجود جوه التقرير، على الإصابات ومدة العلاج والأداة المستخدمة. وحاجة من الحاجات المهمة جدا، هتشوف إذا كان في كيدية في الاتهام ولا لا، في شهود في المحضر ولا لا. هتلاقي التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني. الدليل القولي اللي هو موجود في محضر جمع الاستدلالات اللي معمول في اسم الشرطة، والدليل الفني ده التقرير الطبي بتاع سعادتك. اوعى تفكر ان المحضر ده دليل على ارتكابك الواقع، لا، لان في حكم محكمة نقض بيقول ان محاضر جمع الاستدلالات ليست لها الحجية المطلقة على الورقة الرسمية التي اعدت له، وانما تكون قابلة للمناقشة والتمحيص واثبات عكسها بكافة طرق الاثبات. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.